مرة كنت في خناقة، مش خناقة بالإيد، لأ بالكلام، اللي هو نقاش سخن كده. وفي لحظة لقيت نفسي مش قادر أسيطر على إيديا، بتترعش، وكنت واقف على رجلي بالعافية رغم إن مفيش تهديد حقيقي، بس كنت بحارب. وزي ما عارفين إن إحنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا ندخل في الحلقة. أول ما بتحس إن في حد بيهاجمك حتى لو بالكلام، العقل البشري بيرجع للبرمجة القديمة جدا: اهرب أو قاتل. يعني من الآخر جسمك بيتهيأ كأنك قدام أسد مش بني آدم بيعلي صوته، والنتيجة ضربات قلبك بتزيد، والدم بيندفع للأطراف، والعضلات بتشد، فيبدأ جسمك يرعش. وكل مرة جسمك يرعش اعرف إنه بيقولك أنا في صفك، حتى لو مش فاهم اللي بيحصل. وهحكي لك موقف. مرة بنت كانت بتحكي لي عن موقف في الشغل، وإن في اجتماع مهم والمدير فجأة بدأ يضغطها بأسئلة وتقليل. فبتقول كنت عايزة أرد وأثبت نفسي، بس رجليا كانت بتتهز حرفيا. هي ما كانتش خايفة من المدير، كانت خايفة تخسر احترامها لنفسها. أوقات الرعشة مش من الناس، من أهمية الصورة اللي بنحاول نحافظ عليها قدامهم. المجتمع ساعات بيوصلنا فكرة إن اللي بيرعش بيبقى ضعيف، مع ان الرعشة دي علامة انك بتحاول تسيطر على كل حاجة اكبر من طاقتك اللحظية. الناس اللي بتكمل وهي بترتعش مش ضعيفة، دول في معركة حقيقية بس بأدوات هادية. لو كملت وانت جسمك بيقولك كفاية، انت ساعتها بتثبت لنفسك انك اقوى من اللحظة. العلم بيقول ان الجسم بيفرغ طاقته الزايدة على طريق الارتعاش، وده جزء من عملية اسمها الديسيتشارج. يعني جسمك بيحاول يتخلص من التوتر عشان ما تنفجرش، زي شاحن بيفضل يشحن لغاية ما يسخن وتحس انه بيقولك محتاج اتنفس. فلما جسمك يتهز لازم تبقى عارف ان هو بيحميك من الانفجار، مش بيكسفك قدام الناس. والفكرة مش فيك، الفكرة انك لازم تبقى عارف ان في محامين واطباء ومذيعين كبار اول ما بيطلعوا على المسرح او يقفوا قدام الناس ايديهم برضو بتترعش، بس بيكملوا. وده بيخلي اللي حواليهم يشوفوهم بني ادمين حقيقيين مش روبوتات. يعني الرعشة ساعات بتقربك من الناس مش بتبعدك. كونك بتتهز معناه انك مهتم، والاهتمام مش ضعف. طيب نعمل ايه بقى؟ مش هقولك اهدى، بس جرب خد نفس عميق، وابعد عينك عن الشخص اللي بيستفزك، وحرك ايدك او رجلك بس بشكل بسيط علشان تخرج التوتر. وتذكر ان اللحظة دي مش نهاية العالم، اللحظات الصعبة بتمشي، بس انت اللي بتفضل بإصرارك تكمل. وفي النهاية أحب أقولك، ارتعاش جسمك مش فضيحة ومش حاجة تكسف، هو مجرد علامة إنك بني آدم بتحس، وده في حد ذاته قوة. وكل مرة تفهم جسمك بدل ما تحكم عليه بتقرب منه وبتخليه يشتغل معاك مش ضدك. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها.